اخر الشهر وكالعاده في المانيا المنقذ بتاعي هو الازايز بتاعتي. تعالوا هنشوف الازايز المره دي هعرف اشتري بيها ايه. دول الحبه اللي معايا مش كتير زي المره اللي فاتت، عشان بطلت اجيب ازايز فبقيت اجيبها في ورق يعني بتاعت الميه بتاعت ابني، فهي كانت بتعمل معايا كتير، بس المره دي حبه قليلين. فتعالوا نشوف هنعرف نجيب بيهم ايه. جينا محل قلبي، تعالوا جينا محل قلبي، وهنا بنحط الازايز ناحيه كده، وهي ايه بتاخدهم وتعد السعر هنا كده على جنب 25 سنت. دي والله العظيم يا جماعه ما انا اللي كنت جايباها عشان المقاطعه، بس والله ما انا اللي جايباها. ناس جم عندي البيت وجابوها وهزقتهم يعني. دي الازايز الميه اللي بقول لك عليها كانت بتوزن معايا كتير، بتعمل معايا كميه عشان خاطر كانت صغيره. رينو عايز يحط الازايز بنفسه، نحطهم ونرجع لكم. الماكينه ما رضتش تاخد دي، قال ايه عشان خاطر مكرمشه. بصوا باجي احطها كده بتصفر وتقول لي لا انا مش هاخد دي. ها بتدلع الهانم. لقيت عندي ازايز كتير صغيره يا جماعه، يعني دي اللي هي بتاعت العصير ده فبركه. انا كده خلصت، بس باقي دي عايزه احاول مره ثانيه يمكن تحن عليا وترضى تاخدها. ضحكنا عليها خدتها. المهم تعالوا شوف عملت معايا قد ايه في الاخر. 13 يورو. بدوس هنا كده بيطلع لي اوكي، بدخل اشتري بيه حاجات من هنا من قلبي. تعالوا نشوف هنشتري بيها ايه. طلع لي 13 يورو. تعالوا اوريكم المره دي اشتريت ايه. اشتريت فرخه وزنها كيلو 300 جرام، واشتريت فراوله، واشتريت البتاعه دي انا بحطها في الفرن بتطلع طعمها حلو مخبوزات، واشتريت 2 كيلو فراخ وموزتين وبتنجانيتين والبتاع العيش دي وفل كده، وجبت خيارايه ابني مسك فيها فقلت اجيبها له. يلا بينا داخلين على الكاس اهو. يا رب ما يطلع اكتر من 13 يورو، مش عايزه ادفع حاجه بصراحه. دي الفاتوره طلعت 13 يورو 86 سنت، يعني دفعت 86 سنت بس على ثمن الازايز وجبت الحاجات دي كلها. يس